حضراتكم تعرفوا ان انا زملكاوي، اظن دي معلومه، وانا يمكن من بدايات البشر اللي جهروا بالمعلومه دي وبدفع ثمنها لغايه دلوقتي. كل سنه وكل الناس اللي متابعيني مهما كان الوضع كنت دايما اقول ايه؟ الزمالك هياخد الدوري، الزمالك هياخد بطوله افريقيا. كانت الدنيا تبقى مكسره، واطلع اتراهن واقول على فكره الزمالك هياخد الدوري، احنا ابطال افريقيا كده. السنه دي يا ساده انا باكد لكم الزمالك مش هياخد حاجه خالص. انا اهو بقول لكم من بدري قوي، لا دوري ولا كاس ولا بطوله افريقيا ولا اي حاجه. اول مره اقولها من 20 سنه، بقالي 20 سنه اقول ايه؟ معلش ما هو خدوا الدوري، احنا ابطال. لا، الوضع اللي احنا فيه غريب وعجيب. النادي ده وقت ما كانش فيه مجلس اداره خد الدوري. يعني النادي ده لما ما كانش لاقي ياكل، ما فيهوش فلوس، ما فيهوش مجلس اداره، خد الدوري. وعندما استقر النادي وزي ما قالوا لنا بقى فيه فلوس، في حاجه بتحصل غريبه بقى لها 20 سنه، اللي هو ايه؟ ازمه في نادي الزمالك، مشكله في فريق الكوره، نعيد بناء بقى فريق الكوره تاني، دايره ما بتخلصش. يعني انا بفهم الناس اللي بيبقى عندها ازمه او عندها محنه يعني مشكله بقى في فريق. النهارده مشوا نص اللعيبه، فده معناه ايه يا اولاد؟ معناه ان بقيه السنه احنا بنبني بقى الفريق الجديد. ما هو احنا كنا في ازمه، والازمه اثرت على فريق الكوره، ومفيش لعيبه ومفيش انتقالات ومفيش فلوس وفي مؤامره، فاحنا مش هنقدر نعمل حاجه. بنبني بقى فريق جديد السنه الجايه وعليكم خير. بقى لنا 20 سنه 25 سنه على الحال ده. يقول لك لا اصله كان في ازمات في النادي ودلوقتي بقينا كويسين، هنبتدي نبني من اول وجديد. احنا بنبني من اول وجديد بقى لنا 25 سنه ولم ينتهي البناء. السنه اللي شمينا نفسنا فيها كنا على الارض، كنا على الارض. كان الزمالك ملكي ملعلع، نفس اللعيبه اللي كانت بتلعب النهارده. انا بقول لكم اهو والايام بينا، انا بقول لكم اهو والايام بينا. نادي الزمالك بينتهي، نادي الزمالك بينتهي. انا بقول لكم اهو الايام بينا. احنا اتغلبنا عشان سيئين، وكل الناس اللي بتقول لك الزمالك في الشوط الثاني حاجه تانيه 4-1. انت منتظر ايه من فرقه تلتها وهو بيلعب بيفكر هيروح الاهلي ازاي؟ الثلث الاولاني من الزمالك وهو بيلعب قدام الاهلي بيفكر هينقل ويهرب من الزمالك ويروح الاهلي ازاي، وكان باين في مشاهد. الثلث الثاني بيفكر هيروح فيوتشر وبيراميدز ازاي، ده الثلث الثاني. الثلث الثالث بيفكر طب وانا هقعد اعمل ايه لوحدي؟ ده انا ملياش مكان وشكلهم هيمشوني. دي نفسيه الفرقه اللي نازله تلعب لقاء القمه. مفيش اي حاجه جوه اللعيبه تقول لهم العبوا. ايه الفانيلا اللي كلها ترتر وخارج النجف دي؟ فين فانيله الزمالك البيضه الابيض ابو خطين؟ فين الفانيلا؟ اتفضل يا عم، هتيجي امتى؟ جاي لك دلوقتي بس نخلص الماتش. دي روح قتاليه، دي حاجه انت متوقع منها فرقه تعمل حاجه؟ ساعتنا ده انت منزل اللعيبه لا انتماء ولا احساس. طب الماتش خلص، في ذكر في النادي فتح بقه ولا الهوا، ما كانش فيه احساس.
اللعيبه بتلعب ودماغها مش موجوده، اللعيبه مش قابضه، اللعيبه شايفه الكباري اللي بتتعمل، اللعيبه اللي بتروح من ورا لقدام عشان تروح فرق تانية وحد يقبض سمسره ويقبض عموله. كل لعيب دماغته فيها حاجه تانية. لعيب محترم زي زيزو ده انا لو منه قاعد افكر طب انا قاعد ليه؟ انا قاعد عشان مين؟ انا عايز العب في فرقه مقامي، انا عايز العب في فرقه دوش. المطلوب دلوقتي ان الزمالك يبقى زي اي فريق في الدوري في ال 18 فرقه، ما يبقاش بقى حتى ولا الوصيف ولا البعبع ولا الفن. لا انا بقول لحضراتكم احنا رايحين في سكه اللي يروح ما يرجعش. انت عندك قدامك الاهلي عنده الدكه بتاعته بره فيها فرقه تانية، الناس نازله كلها عايزه يعني تعمل حاجه، تقدم حاجه، في قياده، في نادي، في استقرار، في فلوس، في مرتبات، في اعلانات، في دعم. احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا حد بيفكر في السحر. انسوا حكايه الاتنين ارتكاز واربعه ثلاثه، مفيش فرقه بتلعب بخطه في مصر، انتوا بتضحكوا علينا. 4 3 2 1 5 لا هيرجع وظهيراي الوسط والاثنين لا مش عارف مين هيجي على اليمين ومين مسلوسي يعمل ايه. الماتش اللي قبليه انت دفاعك كله كان شوربه، ما بلحقش. يعني انا اعرف ايه انه الفرق بيجي لها كبوه ثم هبوه، معرفش ايه هبوه دي، يعني يوم تقع ويوم تقف، انما تقع على طول دي ما نعرفهاش، خصوصا اما تكون فرقه او ما يسمى بفرقه بطولات يعني. وبعدين القضيه ان انت اما يعني تترزع 3 وبتاع وحاجات كده، يبتدي المبررات والتبريرات تبقى غريبه جدا. يعني ممكن مثلا حد يقول ايه والله ما كناش كويس، يعني بيجي مثلا فرق اوف داي، انما اوف على طول مفيش اون خالص، يعني اوف 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 اوف. بعدين انا عايز اسال سؤال، اما تعرف انه في مدرب فاشل، انت معاك مدرب فاشل، ما بتغيروش ليه؟ هتستنى قد ايه؟ هتستنى امتى؟ وبعدين لو اتاخرت هنجيب مدرب تاني من بره، يجي المدرب اللي من بره ده يقول لك انا اسف والله احنا خلاص اتاخرنا مش دلوقتي بقى. انا الجمله دي انا سمعتها 100 مره. اجهز فريق جديد ينافس على الدوري بتاع السنه الجايه، هتجيب فريق جديد ينافس على الدوري بتاع السنه الجايه. طب ما انت شفتوا الاهلي بسرعه خلاص مش نافع، هات ده بتاع كان مش عارف كان بتاع وادي دجله ولا بتاع كام، مشي خدوه جاب واحد تاني بتاع لفق معاهم بالاربعات والخمسات والستات. يا جماعه عندنا احسن لعيبه في مصر في الزمالك، عندنا احسن مواهب، عندنا شباب عباقره. ايه اللي بيجرى فينا ده؟ ويجي يقول لك ايه هو عمرو اديب بس اصله بيحب. لا مش بحب اهزر، لانه فعلا بحس ان احنا هو ده الموسم او هذا الموسم او هذا العام. موضوع الزمالك ده مش هيكون مهم قوي. يعني انا بحب قتل الامل من بدري، يعني قتلوا املي، ربنا يقتل املهم من بدري قوي. عمرو عيط، عمرو النهارده عيط، لانه عمرو كان عنده امل انه ينافس حتى على المركز الثاني لاخر الدوري من بدري كده. والاهلي ايه؟ نار 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 يا حبيبي نار. ولا هممني احسن مذيع ولا احسن برنامج وكل المسائل دي، انه الرباعيه يا اهلي والخماسيه يا اهلي والسداسيه يا اهلي، كل الحاجات دي تحسسك
ان احتمال كبير الاهلي السنه دي مع نهضه الزمالك لا يحقق نفس الاشياء. بس انا حزين، بس انا برضه حزين. انما هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته، انه في بدايه الموسم كده ايه الكعبله، يتكعبل الاهلي. وهو انتوا عارفين الاهلي فيه ميزه عظيمه، الاهلي لما يطير بيطير، ولما بيتكعبل يفضل يتكعبل يتكعبل. ما تفهمش ايه الحكايه، مفيش اي حاجه تاني. يعني مفيش مثلا لا انتوا كسبتوا اتفضل حضرتك لا ما لا مفيش. نادي ما بيعملش حاجه غير العد، واحنا ما بنعملش حاجه غير الحسد. او 3 أو 4 أو 5 يا اخي، ما عندكش اخوات بنات حاجات كده. مش قادر اطلع فاصل. ما عندكمش مذيع غيري؟ يعني انا حظي ان انا اللي ابقى موجود وقت ما الماتش يخلص، وانا ابقى موجود لما الماتش يبتدي، وانا ابقى موجود لما يخلصوا، وانا يعني ما عندكمش مذيعين في البلد دي غيري. شوفوا حد تاني، لانه قلبي انا مركب دعامه، قلبي ما يستحملش الكلام ده كله. انما هتبقى اقول لكم حاجه بصراحه، خلاص انا يعني عارف تزعل مره بعد كده ما تبقاش زي كل مره. خلاص زيزو تعبان وزهقان، بقيه اللعيبه عاديه واقل من عاديه. ليه؟ لان انت اللعيبه عندك غير العاديه، بعتها ومشيتها، لان انضاي باي باي نزل. كل ده لا يساوي شيء، كل هذا الزحام لا احد. دي فرقه اعلم انها تلعب في نادي كله مشاكل، وبقى خناقات جوه، وعقود بتتسرب، ومش عارف ايه، اصله مين بيعمل ايه ومين بيسهر فين، ورئيس نادي مش عارف عامل ايه. خلاص هي فرطت من الزمالك ومفيش زمالك. لو انت مثلا من مثلا ناس بتشجع ريال مدريد، او ناس بتشجع برشلونه، الناس اللي بتشجع مانشستر يونايتد، الناس بتشجع تشيلسي، هو كان يعني ايه، تتذوق مرارته شويه وهم يتذوقوا مرارته شويه. ميسي يتضايق حبه، رونالدو يبقى بعافيه، صلاح يبقى متضايق كده يعني. انما المرار ما يشربوش غير الزملكاويه، ده حرام، ده مش عدل ابدا. يعني يجب ان يكون هناك يعني بعض انك تبل ريقك، يعني بس حاجه كده تحسسك ان انت على حق لبعض الوقت، او جزء من الوقت، او ربع من الوقت. انما على طول ضرب ضرب ضرب، مفيش اي حاجه تاني. يعني مفيش مثلا لا انتوا كسبتوا اتفضل حضرتك لا ما لا مفيش. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم، المنطق في الموضوع ايه؟ اوعى تتكلم. النهارده بقى يطلعوا يقولوا لك الثالثه يا اهلي والرابعه يا اهلي والخامسه، تحس ان احنا في مدرسه ابتدائي. نادي ما بيعملش حاجه غير العد، واحنا ما بنعملش حاجه غير الحسد. او 3 أو 4 أو 5 يا اخي، ما عندكش اخوات بنات حاجات كده. مش قادر اطلع فاصل. ما عندكمش مذيع غيري؟ يعني انا حظي ان انا اللي ابقى موجود وقت ما الماتش يخلص، وانا ابقى موجود لما الماتش يبتدي، وانا ابقى موجود لما يخلصوا، وانا يعني ما عندكمش مذيعين في البلد دي غيري. شوفوا حد تاني، لانه قلبي انا مركب دعامه، قلبي ما يستحملش الكلام ده كله. انما هتبقى اقول لكم حاجه بصراحه، خلاص انا يعني عارف تزعل مره بعد كده ما بتبقاش زي كل مره. خلاص زيزو تعبان وزهقان، بقيه اللعيبه عاديه واقل من عاديه. ليه؟ لان انت اللعيبه عندك غير العاديه، بعتها ومشيتها، لان انضاي باي باي نزل. كل ده لا يساوي شيء، كل هذا الزحام لا احد. دي فرقه اعلم انها تلعب في نادي